السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله رب العالمين بمناسبة الشهر الكريم العيش الطري بتاع السحور، اللي هو الايه، العيش الطري ده اللي هو بيسموه هنا البكاكين او الكماج. احنا بنسميه عندنا في البلاد في الارياف بنسميه ايه؟ الكماج. كنا بنعمله طري، عيش طري ناكله في اي وقت مع اي اكله، مش للسحور بس. اللي هو الكماج ده نعمله في اي وقت. العيش بقى الطري اللي احنا هنعمله مع بعض هيبقى مختلف جدا، وانا هوريكم الاختلاف وانا شغاله كده هو مختلف في ايه. تمام كده يا حبايبي؟ هنبدا كده مع بعض. انا جايبه 2 كيلو دقيق زي ما حضراتكم شايفينهم كده معايا في الكيسه اهوت، في الكيسه معايا، وهنخلهم معاكم كده عشان ايه؟ ان اوريكم ايه ازاي ننخله باي منخل عندك او باي مصفى سلك كده زي دي، بتنخل سريع جدا وحلوه. هننخلهم كده على طول زي ما بنعمل اي معجنات. طبعا بننخل الدقيق الاول. ماشي يا حبايبي؟ هنخله كده كله على طول بسرعه باذن الله وارجع لحضراتكم. بصوا بقى يا حبايبي، هنكمل مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده نخل الدقيق. تمام؟ بسم الله. بس كده كويس جدا. نخلناه اهو. هو الدقيق بيبقى نضيف يعني، بس ايه، هنمسح كده مكان ما نخلنا، بس ايه، شويه ترابه شويه حاجه بننخله كمان عشان الحاجه تبقى هشه كده زي ما بننخل الكيكه. هنجيب المعلقه كده زي ما حضراتكم شايفين، وهنعمل في الدقيق ايه، مكان كده. هنعمل في الدقيق كده مكان نحط فيه ايه ان شاء الله رب العالمين المكونات ونبدا. هنعمل ايه؟ اول حاجه ركزوا بقى معايا شويه في ايه، في المقادير. بسم الله. هي المقادير سهله جدا جدا، اكنك بتعملي عيش عادي بس فيه اختلافات بسيطه. نجيب المقص، مع بعض كده، وهنحط ايه، الخميره الفوريه بالشكل ده. تمام؟ والبيكنج باودر. هو معلقه، انا بحط الكيس كله مش مشكله يعني، لو الكيس اكبر من المعلقه مش هيخسر ولا اي حاجه. اتكلي على الله واعملي على طول وسمي الله. اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا شغالين كده مع بعض ان شاء الله يا حبايبي، وانت شغاله بتعملي اي حاجه في بيتك، دي بقى اهم من الفيديو نفسه اللي احنا هقوله لكم. يعني يا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا لما احنا نعرف حاجه كويسه نقول لاخواتنا. طول ما انت شغاله في المطبخ بتغسلي مواعين، رايحه مشوار، بتعملي اي حاجه، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم دي مش عايزه اقول لكم ان هي بركه وبتفك الكرب وبتشفي المريض. ربنا سبحانه وتعالى معلقه سكر 3. هو كيلو دي ممكن تحطي عليه معلقه، بس انا بحب اكتر شويه في السكر عشان العيش يبقى طري. السكر بيطري الحاجه. حطينا المكونات الجافه زي ما هي، زي ما قلت لحضراتكم كده، وسبتها مكانها. تمام. تاني حاجه بقى ايه، ده كيلو لبن. انا هاخد كوبايتين لبن، الكيلو بياخد كوبايه، هاخد كوبايتين 2 لبن، وهكمل بميه، مش هعجنه بلبن خالص. تمام؟ عشان يبقى ايه، حلو ابيض كده وطري وحلو. الكماج العادي اللي بنقول لكم عليه ما كناش بنعجنه بلبن، كان ولا كمان بيكنج باودر ولا اي حاجه. كنا بنحط ذره الملح وشويه الميه الدافيه ونعجنه وخلاص، ويطلع عيش قابب جميل كده طري. احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ اللبن ده انا عايزاه لبن رايب، وما عنديش لبن رايب. بصوا اللبن ما شاء الله دسم جدا وعليه قشطه وحلو جدا جدا. هنحط نص كيلو، يعني ربع كيلو. ما هو الكيلو 4 مجات، هاخد نصه. يلا من غير ما تعايري بالكوبايه ولا حاجه، البركه ما فيش احسن منها. بس مش معنى ذلك ان تعملي كل حاجه بالبركه، يعني ما تدققيش قوي في الوصفه وتقولي لا ده انا ما حطيتش كذا يبقى مش هتيجي حلوه. لا، اتكلي على الله سبحانه وتعالى كل حاجه تيجي حلوه. اللبن ده انا عايزاه يروح. هعمل ايه؟ هجيب معلقه، في معلقه السكر اللي انا كنت بستخدمها اهي، هجيب معلقه خل كده وهحطها على اللبن واقلبه. انت عايزه اللبن يقطع تغليه وتخليه دافي كده، وتحط عليه معلقه خل. هيبقى لبن قاطع او زبادي، هيبقى مثلا لبن رايب، يعني ان هو هيخلي العجينه طريه ويدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. تمام؟ بصوا بقى يا حبايبي، اللبن حطيت فيه معلقه خل، عملت حتت كده صغنونه كده، يعني مش جامده قوي. فانا ايه، قلت ايه، ادفيه شويه. لما تدفيه، هو اساسا مغلي، هو اساسا اللبن مغلي، وسبته نص ساعه على ما حضرت الدقيق والحاجه، كان دفي وبقى كويس. فهو كده ايه، ما شاء الله جميل جدا دافي بقى، يعني درجه الدفيان بتاعته حلوه جدا. هنعمل ايه؟ هنحط شويه في النص كده على الدقيق والخميره والبيكنج باودر وندوبهم الاول. بصوا بسم الله ما شاء الله يا حبايبي، اول ما حطيت
اللبن الدافي على الخميره. لو حضراتكم مركزين في الفيديو هتلاقيه فور، عمل فوران كده، شايفينه؟ بصوا الفوران اللي في النص ده، بدل ما تحطي في كوبايه ولا حاجه يبقى الخميره كده ناجحه. انا حطيتها وقلت ايه مش هعمل لها اختبار وهحط عليها كده، لقيتها ما شاء الله فارت كمان وادتني النتيجه الحلوه المظبوطه. هنعمل ايه بقى؟ هنحط اللبن تدريجيا شويه كده ونقلب، ماشي؟ اما اللبن يخلص هنكمل بميه دافيه من الكاتل، هنجيب شويه ميه دافيه كده من الكاتل ونحطهم ونكمل. انا بقى عشان الفيديو ما يبقاش طويل ولسه هنخبز ونعجن مع بعض، انا هطفي واعجن الاول واوريكم بعد كده بقى بعد ما عجنتها العجينه بقت عامله ازاي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا عجنت العجينه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا وجبتها على الرخامه، ماشي؟ عجنتها زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا وايه، ما احتاجتش دقيق ولا احتاجت اي حاجه، يعني سبحان الله ما حطيتلهاش دقيق تاني. لما توصل للدرجه الحلوه اللي حضراتكم شايفين. انا طبعا الطبق اللي انا كنت بعجن فيه في الاول صغير، وانتي ما بتاخديش راحتك. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا بقى كده انا عملت ايه بقى دلوقتي. قطعت اللهم صل على حضره النبي العيش قطع صغيره او كور، ماشي؟ وبططتها نص تبطيطه. يعني ايه نص تبطيطه؟ يعني بططتها شويه كده زي دي كده، زي اللي حضراتكم شايفينها دي، بس ما فردتهاش للاخر عشان ترفع معايا. تمام كده. هنبدا مثلا مع اول واحده زي دي كده على الرخامه بقى كده زي ما حضراتكم شايفين. لو مثلا ما فيش صاج كبير ولا حاجه، وجبت الصاجات برده زي ما حضراتكم شايفين كده وبطنتها. بصوا الصاجات، جبت الصاجات اللي انا هسوي فيها اهي وبطنتها بالدقيق. عملت الاول نقطه زيت بالفرشه وبعدين رشيت شويه دقيق، يبقى احسن. يعني اللي عايز ايه يحط دقيق على طول، بس الزيت يعني برده بيبقى احسن عشان ايه تحسبا لاحسن يلزق، اكنك بتعملي صينيه كيكه تدهني الصاج بنقطه زيت صغننه جدا، وبعد كده ترشي شويه دقيق وتخبطي على الصاج كده، يبقى كده ايه اتبطن وبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هنعمل ايه بقى؟ هنسمي الله. جبت بقى شويه دقيق في طبق كده زي ما حضراتكم شايفين، وايه وهبطط بقى على الرخامه كده زي ما احنا شايفين. وهنشتغل بقى شغل الايه الفطاطريه بقى ولا العجانين. بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، البتاعه بتتفرد معايا من غير نشابه ولا اي حاجه، في ثانيه، في ثانيه الثانيه. اللهم صل على حضره النبي. بصوا يا حبايبي، احلى متابعين في الدنيا هيبقوا شويه عيش ان شاء الله رب العالمين زي العسل. انت ما تفرديش اكتر من كده، ما تفرديش اكتر من كده يا حبيبتي. ليه بقى؟ عشان لو فردتي اكتر من كده هيبقى رقيق وعامل زي العيش الشامي. على فكره مش هتاخد اتنين جنب بعض، الصاج مش هياخد اتنين ابدا. فاحنا هنحطها كده في النص ونبقى نعمل ايه لما نسوي واحد ونرصهم مثلا ايه على حته نظيفه، على فوطه نظيفه، على طبليه، اي حاجه، بس تبقي رشه دقيق تحت القرصه او الرقاقه او رغيف العيش. هي تعتبر بقى رغيف عيش مش قرص. احنا حطينا دي، وحطينا على فكره واحنا بعجن حطيت نقطه اللهم صل على النبي شويه صغيرين جدا زيت، وحطيت ورشيت رشه ملح في الدقيق. بس انا ايه ما قلتلكوش على رشه الملح دي، وعشان برضو المصداقيه بتاعت القناه وعشان الكلام مع بعض ما ينفعش اعمل حاجه او ازود حاجه او اقلل حاجه الا ما اقول لكم. بصوا الثانيه اهي يا اختي، يعني ما شاء الله عليا وعلى شطارتي وعلى حلاوتي. شفتوا يا ولاد؟ الشيف سحر بقى بتعمل عظمه. بصوا بقى يا حبايبي، العيش بعد ما طلع من الفرن بالشكل الجميل القمر الحلو ده، شايفين ما شاء الله الصوره بتتكلم عن نفسها. عايزين بقى ان شاء الله رب العالمين كده تعملوا لي لايك جميل كده زيكم، كومنت محفز، خليني اعمل لكم فيديوهات احلى واحلى باذن الله رب العالمين. القناه بتاعتي اسمها، اللي ما اشتركش في قناتي ومش عارفها، اسمها ام التوأم الشيف سحر. هي على فكره كنت انا مسميها ام التوأم سحر ريحان، بس عدلت الاسم بتاع الصفحه يعني وخليتها ام التوأم الشيف سحر. فلو بحثتي باي اسم منهم هتوصل لك ان شاء الله على اليوتيوب. وان شاء الله رب العالمين نتقابل في فيديوهات احلى واحلى. واستنوني بقى الفيديو الجاي ان شاء الله هعمل لكم الكنافه. احنا عملنا مع بعض القطايف، الفيديو الجاي باذن الله هنعمل الكنافه. ماشي يا حبايبي، ومع الف سلامه يا احلى متابعين في الدنيا. مع الف سلامه.